راديو أرابيسك. مصر اللي بجد. احنا في راديو أرابيسك مصر اللي بجد، وعايزين نعرف انت النهارده بتعمل ايه؟ انا النهارده جاي احيي الريس يعني صراحه، لان يعني برضه من الواحد ما ينساش جميله، واخد بالك الفضل علينا برضه، ما نبقاش جاحدين كده اهوت وقلبنا جاحد كده اهوت، واخد بالك، وننسى برضه الفضل يعني علينا. كل انسان بيخطئ يعني مثلا، ويعني ما فيش حد ما بيخطئش، مش معنى كده بقى ننسى بقى مثلا يعني حسناته مثلا وفضله علينا مثلا، مهما كان هو راجل الحرب والسلام، وهو اللي حرر بلدنا، وهو صاحب الضربه الاولى، واخد بالك، اللي هو يعني رد بيها كرامه الشعب المصري، ورد بينا اعتبارنا، ورد علينا كرامتنا يعني. وربنا يشفيك يا ريس كده اهوت، واحنا عايزينك يعني تاخد الدواء يعني كده اهوت، لان احنا زعلانين عشانك قوي يا ريس. كلمه تقولها للشعب المصري، كلمه للشعب المصري تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني برضه ان الناس ديت يعني برضه اللي هي بتستدعي بالتغيير ديت، احنا برضه معاها برضه كل حاجه برضه عشان التغيير، وكل حاجه هو للاصح والاحسن وكل حاجه، بس يعني برضه ما ننساش برضه يعني كل واحد ليه بصمات حلوه تتقال، وكل واحد برضه خد بالك ليه سيئات يعني، وقل من لا يسهى مثلا، خد بالك يعني، وكل انسان خطاء وخير الخطائين التوابين. بس يعني ما نبقاش كده يعني كده بقى يعني كده، الراجل برضه مهما كان ده مصر مننا، يعني ازاي يعني عايزين يعني نهينه يعني ونبهدل كده في البهدله ديت اللي بنعملها ديت، حرام حرام عليكم كده اللي انتوا بتعملوه ده كله ده. متشكرين، شكرا. انا عايز اعرف النهارده مشاركه في مسيره رد جميل ليه؟ احنا بنحب حسني مبارك جدا جدا جدا، وبنعتذر له جدا جدا جدا، وبنحبه جدا، وجايين نقول له احنا اسفين يا ريس جدا. انا شايفك عايز تقول حاجه. والله احنا هنا انا جاي كاتب حاجه لحسني مبارك، احنا والناس اللي موجوده هنا في الميدان والاهل مصر كلهم، انا بقول له احنا هنمشي من الميدان بعد ما نذيع البيان، بعد ما نوصل رساله، التغيير مش الاهانه. حسني مبارك يا ريسنا اوعى تزعل منا، احنا الناس اللي عارفه انجازاتك هي ايه. حسني مبارك يا اصيل، انت فينا انت الكبير. حسني مبارك يا كبرنا، اوعى تفكر يوم تسيبها، اوعى تزعل من عيالك. هو ده حسني مبارك اللي قالوا عليه عميل وله شقه في اسرائيل، قاعد فيها ومش سايبها، ده مناضل، ده اصيل. وهي كلمه وهو قالها، هي بلدي ومش هسيبها، فيها عشت وفيها موت. نفسي اقولها يابا، نفسي اقول لك يابا ارجع، عمري في يوم ما قلت ارحل. شعارنا احنا هنا الناس اللي في مصطفى محمود ان احنا نحترم الكبير ولا لقله التقدير، لان الكبير فعلا هيفضل طول عمره كبير، وحسني مبارك ده كبير كبير كبير. من خلال اذاعه أرابيسك مصر تقول للشعب المصري ايه؟ اقول للشعب المصري، اقول لهم احنا في فتنه عظيمه جدا جدا جدا، ويا ريت بجد كلنا نتوحد، لا نمشي بقى في مظاهرات تأييد ولا نمشي في مظاهرات معارضه. خلاص بقينا معارض ومؤيد، خلاص بقينا زي العراق والسودان. هو انا اسالك سؤال، الناس كلها دايما بتساله انت حزب وطني؟ انا لا حزب وطني ولا اي حاجه خالص، ولا اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم انا لا لي علاقه بالاحزاب ولا لي علاقه بالسياسه، انا راجل مصري عارف اللي بيحصل في البلد. بصوا يا جماعه للشرق الاوسط كله، الشرق الاوسط بينهار، فتنه الشرق الاوسط بتنهار، ليبيا، تونس، جزائر، مصر، يمن، حرام حرام بجد. اسمك ايه؟ عمر. جاي النهارده ليه يا عمر؟ عشان بحب الرئيس. طب تقول للرئيس النهارده يا عمر؟ بحبك قوي ربنا يشفيك. بحبك قوي ربنا يشفيك. وانت اسمك ايه؟ ياسين. جاي النهارده ليه يا ياسين؟ هعمل على مصر. ايه؟ هعمل على مصر. دي عشان الرئيس؟ وتقول لي طيب للرئيس النهارده؟ بحبك قوي ربنا يشفيك يا ريس. بحبك قوي ربنا يشفيك يا ريس. انت جاي طبعا النهارده وحارس ان ولادك يكون معاه عشان تعلمهم الانتماء طبعا. طب تقول للرئيس النهارده ايه؟ اقول له ان انا جايب ولادي عشان يعرفوا ان انا بحترم الكبير، عشان هو لما يكبر يحترمني، مهما اسأت ليه ومهما زعلته يجي يناقشني ويكلمني وانا اسمع كلامه بس باحترام، ويعني اعيا يبص عليا، يعني لازم نحترم الكبير. طب انا عايز منك كلمه للشعب المصري. كلمه شعب مصر، نغير ونتغير وكل حاجه، واحنا مع التغيير ومع تغيير السياسات. كانت في حاجات وحشه كتير قوي في البلد، بس لازم نحافظ على رموزنا، لازم نحترم نفسنا، ولازم نحترم الكبير، ده ابونا لازم نحترمه مهما عمل، لازم نحترمه. كل الناس بنغلط، انا بغلط وانت بتغلط، كلنا هنا فاسدين كتير. الرئيس مش فاسد، الرئيس عمره ما كان فاسد، الرئيس عايشنا في امان، عايشنا في سلام، عايشنا في حب، كل الناس بنحب بعض. في بعض المفسدين وقال هشيلهم، خلاص انتهت، لازم نحبه ولازم نحترمه. انا عايز افهم انت بتزعقي ليه النهارده؟ انا منفعله جدا جدا وعندي طاقه غضب شديده. الرئيس اتهان في بلده، خلاص كلنا بقينا ملايكه ما بنغلطش، كلنا بقينا ملايكه ما بنغلطش خالص. ها
فيكم، عيب عيب عيب. طب انت شايفه ازاي تكريم الرئيس؟ يعني شايفه ازاي التكريم؟ يطلع في الفتره بتاعته، يطلع في فتره رئاسته لما يجي الانتخابات تطلع شهر 9. وهو تحت ضغط مننا، تحت ضغط من ولاده، تحت ضغط من ولاده اللي واقف جنبهم، اللي واقف جنبهم وحررهم. طب انت موافقه في انا سامع ان الناس بتقول عايزين الجيش يكرموا، انت شايفه؟ طبعا الجيش لازم يكرمه، ده القائد الاعلى للجيش، القائد الاعلى للجيش لازم يكرم يكرم. انت بتعمل ايه النهارده بقى هنا في ميدان مصطفى محمود؟ النهارده جاي نكرم سياده الرئيس. الراجل ده مش عارفين احنا يعني عملنا معاه ليه كده. طب انا سالتك سؤال، انت بتعمل ايه هنا؟ انا عايز اعرف انت بتبيع صور واعلام ولا انت جاي تكرم؟ اعلام، انا جاي بكرم الرئيس بس برضه يعني اهو جبنا شويه اعلام كده نقف بيهم. طب انت رحت ميدان التحرير قبل كده ولا ما رحتش؟ لا رحت ميدان التحرير برضه وبعت اعلام برضه؟ بعت اعلام وما قعدتش فيه كتير يعني. طب انت النهارده جاي تقول للمصريين ايه اللي موجودين هنا؟ بقول لهم والله الراجل ده ما كانش يستاهل كده اللي حصل دوت والحمد لله يعني. وتقول للمصريين اللي في ميدان التحرير ايه؟ اقول لهم بقى كفايه كده خلاص يعني، كفايه خراب كده، كفايه اللي حصل، كفايه خليكم الراجل تنحى يعني عشان خاطر مصر، وتنحى عشان خاطر مصر مش عشان خاطر اللي قاعدين في التحرير. طب انا عايزك تقول كلمه للرئيس مبارك، تقول له ايه؟ اقول له يا ريس احنا بنحبك يعني مش عارف والله اقول له، يعني مش عارف اقول له ايه. ان الراجل دوت احنا بنحبه، كفايه ان هو حامينا 30 سنه ولا حرب ولا اي حاجه. انا عايز اعرف النهارده انت مشتركه في مسيره رد الجميل، انت نازله ليه؟ او انت حزب وطني ولا عشان الناس بتقول انك كود الحزب وطني؟ انا والله على فكره انا صاحبه مصنع ملابس، والله ما ليا في الاحزاب ولا في السياسه ولا ليا في ده كله. انا نازله للاب للراجل اللي خلانا عايشنا 30 سنه في امان، ما حسيناش يعني ايه نمشي واحنا مفتحين عينينا، يعني ايه نمشي وبجبنا مطوه عشان لما حد يقابلنا. مشينا في رخاء زي ما شفنا منه الحلو، ممكن يكون في بعض السلبيات بس في منه ايجابيات كتير قوي، في حواليه فاسدين كتير. مش عيب ان يبقى كل ده كان هيتطهر، لكن ما نقولش اهانه ليه، ما نوجهش شتيمه، ما نغلطش فيه، لان مهما كان ده رمز من رموز مصر لفتره معينه بمزاجنا او غصب عننا. طب تقول للرئيس مبارك ايه؟ بقول له احنا بنحبك جدا جدا جدا، ومهما حصل اي تجاوزات من اللي حواليك انت في قلوبنا وفوق دماغنا، ونتمنى ان احنا نسمع عنك كل خير، لان احنا يعني اخبارك مفتقدينها خالص. للاسف انا بدور على كل القنوات عايزين نطمن عليه. انا واحده من الناس عايزه اسافر له شرم الشيخ عشان اشوفه، القائد بتاعي الرئيس المصري ل 30 سنه و30 قبليهم في الجيش، يعني خدم كتير قوي. مش معقوله كلنا فينا اخطاء، مفيش فينا ملايكه. طب انت تقول للرئيس مبارك ايه؟ والله اقول له يا ريس احنا بنحبك كلنا، الشعب المصري كله بيحبك، ويا ريت يا ريت يا ريت تقوم بالسلامه وما تزعلش مننا. اسلام بدر فنان طبعا النهارده في جمعه رد الجميل، انت نازل ليه النهارده يا اسلام؟ النهارده انا نازل عشان اقول شكرا يا ريس، واحنا اسفين على اللي حصل لك يا ريس، واحنا كلنا بنحبك يا ريس ومعاك على طول. بعض الاتهامات اللي اتوجهت بيقولوا ان انتوا حزب وطني. ولا حاجه، انت شايفني حزب وطني يا محمد؟ انت شفت معاك كارنيه حزب وطني ولا شايفني مثلا يعني مأجور ولا باخد فلوس؟ انا واحد ابن ناس ومحترم وفي حالي يعني، وجاي النهارده عشان اقول كلمه حق. هقول كلمه حق، واذا كان في مصلحه زي ما هم بيقولوا فالمصلحه مشيت. احنا النهارده ما عندناش مصالح. دي مسيره ولاد الاصول، دي مسيره ولاد الاصول، زينا زي الضباط الاحرار اللي كانوا اولاد فلاحين، كرموا الملك اللي بوظ البلد مع انه ما كانش مصري. ليه؟ لانهم ولاد اصول، بيفهموا في الاصول، الاصول ما بتدرسش بتتحدث. طب احنا عايزين كلمه ليك وكلمه منك للرئيس مبارك، واخد منك كلمه. يا ريس ما تزعلش يا ريس، وحقك علينا يا ريس، كلنا بنحبك. ويعني مش عايز اقول لك لو شفت المسيره اللي احنا عاملينها النهارده واللي كل الناس واقفه فيها النهارده هتعرف ان احنا كلنا بنحبك، وانه ما فيش احنا مش كل دول. وتقول كلمه الرئيس مبارك. في الميدان اثبتنا اننا واحد، مسلم ومسيحي وحزبي واحد، اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي واحد، والمثقف والجاهل والعبيط واحد. المعجزة اننا اتجمعنا في رأي واحد. عبيد رب الكون ما اجتمعوش على دين واحد. يبقى في حلقة مفقودة مش فاهمها منا ولا واحد. طب نجيب الحكاية من الاول ونستعين بالله الواحد، نجيب الحكاية من الاول ونستعين بالله الواحد، يمكن يفهم مننا اي واحد.
هقول الحكايه من الاول وما يقطعنيش منكم واحد، يمكن افهم الاسرار او حتى لغه واحد. 80 مليون عصفور في قفص ومعاهم نسر واحد. قلنا نطرد النسر ومش هنخسر، قلنا نطرد النسر ومش هنخسر، ده مهما كان. واحد، طار النسر من عالمنا، طار النسر من عالمنا. والمساجين هربوا في يوم واحد، والمستشفيات والاقسام خربوا في كل الجمهوريه صدفه في يوم واحد، والسجون وامن الناس وكل والاقتصاد خرب صدفه في يوم واحد، والسياحه كانت بتشغل 6 مليون واحد، السياح مليون هربوا نفدوا ما فاضلش منهم واحد، والبلد كلها عطلت. واما قالوا لنا انتوا خربتوا بيتنا قلنا لهم الرزاق واحد. البلد كلها عطلت والانهيار اقتصاد، واما يجوا يدعوا علينا نقول لهم الرزاق واحد. واوباما كرمنا وقال لنا خرب بلدك ده انت ارجل واحد، قال لنا خرب بلدك ده انت ارجل واحد، انت نموذج. اثبتنا له ان امريكا واسرائيل واحنا بنخدم هدف واحد. وبعد 40 سنه من العبور، بعد 40 سنه من العبور ردنا لهم طارهم بايد مليون جاحد. بعد 40 سنه عبور ردنا لهم طارهم بايد مليون جاحد، وبدل 1-0 لحسني مبارك بقت 1-1. بعد 40 سنه بقت كام؟ بقت كام؟ 1-1. والدور على كل حكام المسلمين بس 1-1 صح؟ الدور على كل حكام المسلمين بس 1-1. والخطة صهيون مش هتقف، خطة صهيون تبقى 2 و3 و4 1. والماتش يخلص امتى؟ اما النيل والفرات يبقوا بلد واحد. انت النهارده مشتركه في مسيره رد الجميل، وعايز اعرف انت ليه نزلت النهارده؟ انا نزلت النهارده عشان انا بحب الرئيس. بس عشان الرئيس بس؟ طب انت في بعض الاعلاميين طلعوا في القنوات التلفزيونيه وقال لك اللي هينزل النهارده دول اللي يعتبروا من الحزب الوطني، قلت لهم ايه؟ احنا ما ننتميش لاي حزب، يعني انت احنا عايشين بره وجينا مخصوص عشان نقول له ان احنا بنحبك. طيب لو الرئيس مبارك قدامك دلوقتي تقول له ايه؟ او لو هو هيشوفك من خلال التلفزيونات او اقول له ما تسيبناش.